في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. بتروح قوات خاصة لبغداد في مهمة إنقاذ رهائن. بيقابل لو الضابط السابق في الجيش الصيني دكتورة تشينج رئيسة محطة النفط، وبيسألها عن عدد الرهائن المحتجزين في المنطقة الخضراء، وبتقوله 498 شخص بما فيهم من أطفال، وبيقول لها هنروح ننقذهم في الفجر. كريس كان ضابط سابق في الجيش الأمريكي وبيعمل حاليا مع مرتزقة، وبيقابل أخوه هنري وبيديله أتعابه عن آخر عملية بينهم. بيعرض عليه هنري مهمة جديدة وبيقوله إنه هيديله 5 أضعاف اللي بياخده، لكنه بيرفض. وبيروح قريته اللي بيقيم فيها وبيلعب مع طفل صغير، وواضح إنه بيحب القرية والناس هناك. وبيحاول كريس مع أوين صديقه يضخوا مياه للمنطقة اللي بيعيش فيها، وبيقول لأوين لازم ندفع رشوة للشركة عشان تضخ المياه للمنطقة، وبيقول له الشركة هتطلب كام، وبيقول له 100,000 دولار، وبيتصدم من المبلغ. بيحضر له فريقه خطة عشان يهربوا الرهائن في أتوبيسات، وبيتفق معاهم إنهم ينقسموا لمجموعتين، الأولى هتوصل المنطقة الخضراء الساعة 4 الفجر والتانية الساعة 9 صباحا، وبيقرر يعبر بيهم طريق الموت لأنه أسرع طريق من موقعهم للمنطقة الخضراء، والطريق هيستغرق 8 ساعات. بتقول سوريا لكريس هنجيب مبلغ 100,000 دولار منين؟ وبيقول لها كريس اللي عاوز يساعدهم إنه هيتصرف. بيبدأوا فريق لو يروحوا المهمة وبيركبوا الأتوبيسات، وبيجي واحد وبيعلم على أتوبيسين منهم ببخاخ معاه، وبتراقب ماي مع لو الطريق، وبيوصل بيهم لطريق الموت اللي مليان ألغام ومتفجرات، وواضح إن في أشخاص بيراقبوا الأتوبيسات. وبتقوله ماي في سيارات أمام الطريق، لكنه مع ذلك لو بيواصل طريقه وبتنفجر الألغام جنب الأتوبيس. وبيقول لها لو إن المرتزقة عملوا كده عشان يسلك الطريق الشرقي ويهجموا عليه، وبيشوفوا عاصفة أمامهم على الطريق، وبتستغرب مساعدة لو بتقوله المفروض إن الجو النهاردة معتدل ومفهوش أي عواصف، وبيضطروا يعبروا داخل العاصفة الرملية، وبتنقطع شبكات المحمول عن كل الأتوبيسات وبيفقدوا الاتصال. وبتظهر مرتزقة هنري من وسط العاصفة، وبيستهدفوا الأتوبيسين اللي علم عليهم الشخص في الأول، وبيرموا حبال على الأتوبيس وبيتسلقوه وبيقتحموا الأتوبيس. وبتهاجمهم مساعدة لو أثناء هجومهم على الأتوبيس التاني، لكنهم بيهاجموها وبيقذفوها في الخارج، وبتاخد المرتزقة الأتوبيسين. وبعد توقف العاصفة بينزل لو عشان يطمن على باقي الأتوبيسات، وبيكتشفوا إن الأتوبيس رقم 8 و11 اختفوا، وبيعرف لو إن كان فيه هجوم عليهم أثناء العاصفة، وبيرسل لو طيارتين تبحث عن الأتوبيسين، وبتيجي باقي الأتوبيسات وبيروح معاهم، وبيشوفوا على الطريق عربية بتضخ هواء شديد، وبيعرفوا إنها كانت عاصفة مصطنعة صنعتها العربية مع المرتزقة. وبيقابل مساعدته وبتقوله إنهم اتعرضوا لهجوم من مرتزقة أمريكان، وبيبدأ هنري وكريس ينقلوا الرهائن. وبتشوفهم في الطريق طيارة من فريق لو، وبيطردوهم وبيطلقوا عليهم النار، وبيفجروا عربية من عرباتهم، وبيتبادلوا إطلاق النار، وبينجحوا في إصابة وسقوط طيارة فريق لو، وبيوصلوا لمقر المرتزقة. وبيلاقي لو أتوبيس من اللي خدوهم في الصحراء، وبينزل وبيلاقي الرهائن بداخله، وبيقول له واحد إن هنري أخد 5 أشخاص منهم وتركوا الباقي. وبيسأل كريس هنري عن قائد العملية دي، وبيتضح إنه أوين صديقه، وبيكتشف إنه هو قائد العملية، وإنهم قاموا بخطف دكتورة تشينج، وبيقول لها إنه هو قائد الهجمات على حقول النفط، وبيقول لها مفيش أي دافع شخصي غير الفلوس. بيقول كريس لأوين إنه عاوز أتعابه عن المهمة السابقة، وإنه قرر يترك فريقهم، وبيقول له أوين إن لو هيجي عشان ينقذ تشينج، وبيعرض عليه يبعده عنهم وهيديله أضعاف فلوسه اللي عايزها، لكن كريس بيرفض وبيقوله إنه مش عاوز غير فلوسه. وبيعرف أوين نقطة ضعفه، وبيقوله لو ما نفذتش المهمة معانا مش هتدخل المية للقرية. وبيقول أوين لأخوه هنري يقنعه، وبيحاول يقنعه، لكن كريس بيرفض وبيمشي. وبيتخلص أوين من هنري بعد غضبه منه في فشله في إقناع كريس،
وبيكلف واحد من فريق المرتزقة يضع جثته في برج الإرسال عشان يعتقد كريس إن الصينيين هم اللي قاموا بقتله، وبالتالي يدفعوا عشان يتعاون معاه. وبيشوف لو وماي سيارة كريس في الصحراء وبيراقبوها، وبيوصل كريس لبيته ولو وراه، وفجأة بيلاقيه أمامه وبيقول له لو أنت كنت بتعمل إيه في الصحراء؟ بيقول له كريس في سخرية كنت بصطاد. وبيروح عشان يهاجمه لكنه بيشوف طفل بيجي وبيمشي، وبيركب كريس سيارته عشان يروح ياخد فلوسه من أوين وبيراقبه لو. وبيوصل لبرج الإرسال وبيشوف جثة أخوه هنري هناك، وبيلاقي معاه مراية بيلمح له فيها خلفه وبيهاجمه، وبيدخلوا في صراع طويل ومعركة قوية متكافئة، القوة أمام المهارة. وبيتهم له بقتل الصينيين هناك لكنه بيقول له إنه ما قتلش أي حد. وبيدخل بعض أفراد من مرتزقة أوين وبيطلب كريس منهم فلوسه وتمن الأسلحة، وبيسحب كريس لا شعوريا فتيلة القنبلة اللي كان ماسكها هو ولو. وبيخرجوا أفراد المرتزقة بسرعة قبل انفجارها، وبيركب كريس بسرعة الفتيلة مرة تانية وبيروح وراهم لكنهم بيطلقوا النار عليهم، وبيساعدوا لو في رمي القنابل عليهم. وبعد توقفهم عن إطلاق النار بيخرجوا، وبيلاقي كريس سيارته اتدمرت، وبيفهم كريس لو إن أوين هو اللي خطف الرهاين وقتل كتير منهم وإنه ملوش أي ذنب. وبيتفقوا يتعاونوا مع بعض عشان ينتقموا من أوين، وبعد ما اكتشف كريس إن هو اللي قتل أخوه. وبيروح أوين في الليل شركة النفط وبيطلب من دكتورة تشينج المفتاح والرقم السري لضخ أنابيب البترول، لكن تشينج بترفض تساعدهم وبيقتل رهينة من الرهاين أمامها، وبيطلب منها تاني وبتتأخر في الرد، وبيقتل رهينة آخر من الرهاين. وبيروح للرهينة التالت وبيتضح إنه ابن دكتورة تشينج وبتديله بسرعة اللي هو عاوزه. وبيروح له وكريس بيت مليان أطفال وبيلعبوا معاهم، وبيغني كريس لهم وبيضحكوا له وماي وبيشاركوا له في لعبه مع الأطفال. وبيعرف كريس من له إن ماي بنته وإن في بينهم مشاكل عائلية بسبب انفصاله عن أمها، وبيرد عليه يصلح بينهم. وأثناء كلامهم بتيجي مرتزقة أوين وبيحاصروا المكان، وبتخرج ماي الأطفال من المكان، وبيتفق له مع كريس يهاجمهم من أعلى المبنى ويهاجمهم كريس من الأسفل. وبيبدأ كريس يهاجمهم ولو بيهاجمهم من فوق المباني، وبيحاصروه لكن بيسقط سطح المبنى الطيني بيهم وبيسقط فوق كريس. وبيخرجوا وبيهاجموهم وبيساعدوا بعض من بعيد بلغة الإشارة في الهجوم عليهم، وبيهاجموا مجموعة أخرى منهم. وبيصعد كريس يهاجمهم من فوق مبنى وبيهاجمهم لو على الأرض، وبيحاول واحد يصوب على لو من مبنى عالي لكن كريس بيقضي عليه من مبنى أعلى. وبيبدأ واحد يصوب على كريس وبيقفز كريس من المبنى، وبيروح لو يطمن على كريس لكنه بيكون راح لماي وبياخد منها التليفون، وبيخرج للمرتزقة وبيقول لهم ده اللي انتوا كنتوا بتدوروا عليه. لكن بيجي أهالي المنطقة مسلحين وبيواجهوا المرتزقة، وبيقول واحد من المرتزقة إنهم عاوزين الشنطة ويمشوا، وبيجيب له كريس الشنطة وبيرميها لهم وبياخدوها وبيمشوا. وبيتعاتبوا ماي على إنه اداهم الشنطة، وبيقول لها إنه عمل كده عشان سلامة أهل القرية. وفي الصباح بيروح له وماي لكريس وبيسألها كريس إيه اللي كان في الشنطة، وبتقول له إنها كان فيها مفتاح وكلمة السر لخزانات البترول في حقول النفط. وبيقول لها كريس هياخدوا قد إيه منها؟ بتقول له ملايين البراميل. وبيقول لها كريس إن ده مستحيل، إزاي هينقلوا كل ده؟ بتقول له ماي إن في شبكة أنابيب تحت الأرض هيهربوا عن طريقها البترول لحد ما توصل لسفينة كبيرة. وبيقول لهم كريس إنهم لازم يوقفوهم لأنها هتبقى أكبر عملية سرقة بترول في التاريخ. بيركب له وكريس عربية وبيروحوا لمكان المرتزقة، وبيسلم المرتزقة الشنطة لأوين اللي فيها المفتاح وكلمة السر، وبيديها أوين لدكتورة تشينج وبيطلب منها تفتح أنابيب تدفق البترول، وبيبدأوا يملؤوا الأنابيب بالبترول اللي بتوصل للسفينة. وبيوصل له وكريس لمكان خزانات البترول وبيهاجموهم المرتزقة وبيطلقوا عليهم النار، لكنهم بينجحوا في تفاديهم وبيعبروا البوابة. وبيصعد له لخزانات الغاز وبيهاجمهم كريس في الأسفل،
وبيقول أوين لأحد رجاله يتخلص من تشينج وابنها بعد انتهاء تدفق البترول للسفينة، وبيحاصر المرتزقة له وبيهاجمهم بكل قوة، وكريس بيهاجمهم بشدة، بيقودهم له وراه فوق ماسورة الغاز وبيقعوا كلهم وهو الوحيد اللي بيعرف يمشي فوقها، وبيهاجمهم كريس من الأسفل، وبيجي أوين وبيهاجموهم بشدة، وبيهاجمهم كريس من فوق، وبيواجهوا واحد قوي جدا من أفراد المرتزقة وبيهاجمهم بشدة، وبعد صراع طويل معاه بيلهيه كريس وبيهاجمه له من الخلف، وبيطلب منه يروح لأوين وإنه هيواجهه لوحده، وبيشوف كريس أوين وهو بيتحرك بسيارة وبيجري وراه عشان يلحقه لكنه ما بيلحقوش، وفجأة بتيجي ماي ومعاها سيارة كريس اللي بيسميها سوزي، وبيركبوا وبيطاردوا أوين. لو ما زال بيواجه الشخص القوي وهو أقوى واحد في أفراد المرتزقة، وأثناء صراعه معاه بيشوف تشانج اللي عاوزين يقتلوها وبيقول لها تهرب بسرعة، وبيروح واحد عشان يتخلص من تشانج لكن لو بيمنعه وبيقع وبيشوف أنبوبة إطفاء وبيصوب عليه منها، وفي النهاية بيتغلب عليه لو وبيقضي عليه. كريس وماي بيطاردوا أوين وبيطلق عليهم النار لكن بيخلص الرصاص منه، وبيطلق عليه كريس مسدسه وبيدور له على تشينج وابنها وبيلاقيهم وبتقوله إنها مش عارفة توقف تدفق البترول. وأثناء مطاردة كريس وماي لأوين بيمروا فوق منحدر وبتنقلب بيهم العربية، وبيزعل كريس جدا على عربيته التانية سوزي اللي اتدمرت، لكن بيجي له وبيركبوا معاه وبيعبروا طريق مختصر عشان يوصلوا للمرتزقة، وبيقطع له عليهم الطريق وبيصطدم بشاحنتهم وبتنفجر، وبتنقلب عربة أوين وبيتصاب لكنه مازال عايش، وبيرد على كريس فلوس كتير عشان يتركه لكن كريس بيرفض وبيقوله انت قتلت أخويا كمان، وبيشغل العربية وبيهرب بأقصى سرعة، وبيحاولوا يوصلوا له، وفي طريقهم بيلاقوا جرف عميق أمامهم وبتسقط عربتهم، لكنهم بيرموا حبل وبيتعلقوا في عربة أوين في جانب الجرف الجبلي. أوين بيظن إنهم ماتوا وبيبدأ يشغل العربية، لكن الحبل اللي متعلقين فيه بيسحب عربيته وبيسقط من فوق الجبل وبيموت، وبتحضن ماي أبوها لو وبتنسى كل المشاكل العائلية بينهم، وبيعتقدوا إن كريس مات، وفجأة بيلاقوه بيصعد من خلفهم أسفل الجبل، وبيوصل أفراد من الجيش وبيوقفوا تدفق البترول وبيوصلوا للسفينة، وبينجح لو وكريس وماي في حفر بير كبير لأهل القرية وبيفرحوا كلهم. ما تنساش تقول لنا رأيك الجميل في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. إذا عجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.